السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد جرب، فحبيت ان انا اشارككم الفيديو ده كمان. ده بسكوت، بس المرة دي مش بسكوت وزارة. بسكوت بلدي بالبيض البلدي. حاجة كده فخمة، حاجة كده ما شاء الله. بصوا جمال البسكوتة وحلاوتها، وازاي مفرغة من الهواء من جوه، وايه السبب ان انا خليتها كده، وايه اللي وصلني لكده. 4 خطوات. 4 خطوات لو انت نفذتيهم بالظبط بالظبط هيطلع معاكي بالشكل ده وبالجمال وبالحلاوة دي. طبعا هو اللون بجد بجد هو لون على الطبيعة، لون اصفر ما شاء الله ذهبي، لان البيض البلدي لونه اصفر، وبيبقى طعمه جميل جدا في البسكوت البلدي بالذات. عشان اعرف مقاديري انا ثبت لك قبل كده المقادير في الفيديو الاولاني. ده بيض بلدي، بصي صغير، حجمه صغير معانا كده، انا صفرته صغيره، والبياض بتاعه قليل، فياخد منك كميه دقيق قليله. طبعا عندك عشان اظبط بس المقدار الصح، دول 15 بيضه. 15 بيضه لازم طبعا الوعاء بتاعك نشف قبل ما تضرب البيض. هتابع معايا بس الخطوات وانا بقول لك على المقادير. ال30 بيضه وزاره كنت بقول لكم ان لازم تاخد كيلو ونص سكر، وتاخد 3 كيلو دقيق، وتاخد 120 جرام نشادر. عند البيض البلدي بقى، دول 15 بيضه، هشيل 5 منهم يبقوا 10 بس. هعملهم معامله العشرة الوزاره، يبقى عشان يبقى عندي اي كميه من البيض البلدي اعملها بنفس الشكل. يبقى انا هعمل ايه؟ شلت ال5 بيجوا ان هم 10. 10 معنى كده بمقدار الوزاره، معناها ان هم هياخدوا نص كيلو سكر. اي كيلو سكر عندك سواء على الميزان او جايباه جاهز مثلا، يعني هيبقى سهل عليك ان انتوا تحطيه على ال15 بيضه دي ويشتغل معاكي. او لو بصيت على الكوبايات هتلاقيني حاطه 3 كوبايات سكر، والكوبايه التالتة الا ربع. تمام. هتفضلي تضربي البيض زي ما هو كده اهو. تمام. وبعد ما تضربيه بتنزلي بمقدار السكر اللي هو نص كيلو، وانا معيرتهولك بالكوبايه، حتى لو ما عندكيش ميزان هتعرفي تعمليه بكل سهوله اهو. اهم حاجه ضرب البيض. انا هحط السكر، هنقولك ان نص الكيلو ده عيرت بيه الكوبايات، اديني دول المعيار اللي انت شايفاه قدامك كده. تمام. الكوبايه التالتة هي ناقصه، وياخد نص كوبايه سمنه. هو ما بيخش البيض البلد البسكوت البلدي او بسكوت النشاد، ما بياخدش في العجين سمنه كتير، لكن بياخد في دهان الصينيه، وده هنشوفه لما نقعد على الفرن. تمام. بصي وصل معاكي للقوام الكريمي ده. هنزل بعد كده بايه؟ بالسمنه، وبعد كده النشادر هنشوف مع بعض. بص قوامه لازم يديكي الكريمي ده. الكريمي ده بيعمل لك بسكوته هشه وبسكوته جميله، ما تبقاش كبسه من جوه. او ممكن على فكره تضربي بايديكي، زمان كنا بنضرب بايدينا بس كان بيتعبنا، بس كان بيدي برضو نفس النتيجه، وكان روعه روعه بجد بجد. بس دلوقتي سهلنا ان احنا بنضرب فين؟ بالمضرب. نزلت بالسمنه، السمنه سايحه مش مجمده ولا هي سخنه. تمام. تنزل بعد كده بالنشادر. مقدار النشادر كام؟ انا قلت 120 120 لل30، يبقى العشرة دول اللي هم ال15 بيضه وزاره هياخدوا 40 جرام نشادر. تمام. هدوبهم حلو، ولازم تفك الخميره بتاعتك كويس علشان تشتغل حلو معاكي في الخليط. ولما تنزل بالدقيق ما تنزليش ابدا مره واحده، لازم تنزلي حبه حبه. طبعا ده مقدارهم كام؟ هياخدوا كيلو دقيق. اتمنى ان انت تكوني ايه فاهمه انا بعمل ايه. دوا بيكنج باودر معلقه صغيره خالص، بتحطيها بتوزعيها على الدقيق كويس علشان تخش في كل ايه حبه دقيق، وتشتغل معاكي بعد كده كويس خالص. وما تكتريش البيكنج باودر في البسكوت البلدي، لانك لو كترتيه بيشجج معاكي البسكوته من فوق ويبقى شكلها مش حلو خالص. فانا بنزل بالدقيق حبه حبه، بتلفيه في اتجاه واحد يا ريت. بصوا اهو. افضل ايه كمان مرة انزل بالدقيق لحد ما خلصت كيلو دقيق كله، وهيديك القوام اللي هتشوفيه هتقولي ده طري. لا، هو كده القوام البسكوت البلدي لما تيجي تشتغلي بيه. ما بصي شايف ان هو حس ان هو طري؟ لا، ده هو كده تمام، كده مظبوط. بس لما بتسيبيه يريح بتلاقي العجينه بتاعته نشفت شويه ومسكت. كل ما تسيبيه بيريح، سواء سبتي ساعه، سبتي نص، سبتي نص يوم، ما فيش اي مشكله فيه. بصي احنا بقينا على الفرن، بصي ملمس العجينه وقوامها ازاي حلو، ولونها الاصفر الجميل بجد بجد حلوه. اكيد ان شاء الله عجبك الفيديو. يا ريت ما تنسيش الاشتراك ولايك للفيديو، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندنا. طبعا هتلاقوني هنا انا عملت بجمع، وبعد شويه غيرت الجمع التاني. انا هقول لكم ليه انا بعمل غلط، علشان انتوا تعرفوا ايه اللي هيحصل وتصلحوه عندكم وتثبتوا عليه. انا كده فرني بيبقى ناره عاليه شويه من فوق وواطي من تحت علشان ما يلهفش منك البسكوت. انا طلعت الصينيه، طبعا انا ما عجبنيش الشكل، ولازم كمان لازم معناه ان انت ما دهنتيش الصينيه بتاعتك كويس. قلت لك قبل كده ان البسكوت البلدي ما بياخدش بسكوت مش خدش سمنه في في العجين بتاعه، لكن بياخد سمنه في الدهان
الصواني. فانت دهنتي الصينيه بتاعتي كويس، مش هيلزق معاكي كده، مش اول ما يطلع من الفرن وهو سخن تروحي مغيره. انا كده غيرت الجمع هنا اخترته ان هو بيبقى مش رفيع خالص، بيبقى وسط ولا تخين، عشان ما زلكيش بسكوته كبيره وضخمه، بيبقى عامل زي النجمه زي ما انت شايفاه، وعشان يديني الشكل اللي هو عامل للبسكوته كده ايه، دوران حلو خالص. بصوا شكله، انا كده شغاله. بصوا شكل البسكوته كيف ملفوفه، كيف هتدي بروز لما بتستوي البسكوته، بيبقى شكلها اشيك واجمل. انا هو بتلفيه لفه بسيطه وانت بتقطعي، ويا ريت تراعي ان هما يكونوا نفس الحجم علشان البسكوته تبقى واحده ويبقى شكل واحد وحجم واحد، والعين بتشوف وبتعشق قبل ما احنا بناكل. صلوا على الحبيب المصطفى. بص ها، انا على فكره شغاله وحدي، ما احبش حد بيشتغل معايا، يعني انت ممكن تعملي بنفسك مكانتك قدامك وصينيتك في الفرن واشتغلي، وربنا ييسر لك الحال. بص الجمال وبص حلاوه البسكوته، لا هي فرشه ولا هي مشججه. بصوا حلاوتها. انا كده بطلع وببرد. انا جربت اخلص الكميه بتاعتي، كمية ال15 بيضة. أظن المقادير سهلة وطريقة بسيطة خالص، وده خبرة سنين ومقادير حصرية من عندي. أتمنى إن هي تكون عجبتكم. كمان مرة هقول لكم أهم حاجة في البسكوت 4 حاجات. أول حاجة مقاديرك صح، النشادر بتاعتك صح، فرنك مظبوط، ما تكونش ناره عالية ولا ناره واطية خالص، جمعك يكون شكل حلو مثالي، لا هو تخين ولا هو رفيع، علشان يطلع لك بسكوتة بالحجم ده وتبقى هشة وجميلة. وما تاخديش الجمع اللي هو رفيع خالص، الرفيع خالص هيطلع لك بسكوتة جافة. يعني جافة ما فيهاش لحم من جوه. لكن بصي دي ما شاء الله عليها، هشة ودايبة دوب، وشكلها بجد بجد تحفة، وشكل البسكوتة تحس ان هما بالظبط بالملي وبالسنتي. تسلم ايدي اكيد، صح كده؟ بصوا بقى الجمال والحلاوه، احلى حاجه بسكوت البلدي وكوبايه شاي. انا هنا بوريكي ان في، شوف العيب في البسكوته دي، بسكوته اتلهفت لما عليت النار، ودي بسكوته بجمع ما كانش شكله حلو. بصي شكلها، وبصي مش عامل بروز. لكن بصي البسكوته دي لما اخترت الجمع صح وسويت صح، اداني بسكوته حلوه وشكلها حلو مجمع من فوق ومن تحت. وتسلم ايدينا، واتمنى ان انت تجربيها وتعرفيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسيش الاشتراك في القناه.